كلاسيكو الفراعنة في البريمير ليج الإيجيبشن ليج. كلاسيكو محمد صلاح وعمر مرموش اللي مصر كلها والوطن العربي كله كان مستني اللقاء دوت. أولى مواجهات مرموش وصلاح في الدوري الإنجليزي، ولكن حال المان سيتي ما يسرش بالمرة، وليفربول يحط ايده اليمين على رأي كابتن محمد ابو تريكة على الدوري الانجليزي بنسبة 80-90%. رسميا ليفربول بطلا للدوري الانجليزي للمرة ال20، ويعادل المان يونايتد. أقولها وأنا في كامل قواي العقلية وعلى مسؤوليتي إن ليفربول بفوزه على مان سيتي اليوم هو بطل البريمير ليج. فلو وصلك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة وفعل جرس التنبيهات واخبط اللايك الجميل عشان يوصلك كل جديد أول بأول، وحلقة جديدة من برنامج أدهم في الملاعب. فيلا بينا نبدأ. والله مبدئيا كده الماتش النهارده يعني الواحد خليني ابدا بجوارديولا ومانشستر سيتي. انا قلت في حلقه ريال مدريد ومان سيتي ان خلاص جوارديولا للمره الثانيه في تاريخه كمدرب هيبقى موسم صفري، وقد كان ليفربول بيأكد كلام النهارده ان فعلا رسميا المان سيتي موسم للنسيان للمان سيتي وبيب جوارديولا، موسم صفري. انا زعلان، انا عامه مش من مشجعي مانشستر سيتي ومش بحب مانشستر سيتي، ولكن عمر مرموش انتقاله للمان سيتي بكل حب وبكل شغف بتعاطف معاه مع الفرقه بسبب عمر مرموش لا اكتر ولا اقل. الولد متحمل عليه المسؤولية بشكل كبير جدا. ظروف النادي صعبة، ظروف مستوى الأداء صعب، جوارديولا ذات نفسه مش ذهنه مش حاضر الموسم ده، أخطاء كتيرة. مانشستر سيتي وحش قوي يا جماعة في الملعب. مانشستر سيتي اللي معودنا بيه جوارديولا بالضغط العالي والاستحواذ ومسك الكورة و ما بقيناش نشوف كده. انت يا ريتك بتخسر وأدائك حلو، انتوا فاهمين؟ لا ده هو الاداء زفت والنتائج انيل. يعني انت مانشستر سيتي كل الفرق انتقمت منه الموسم ده. مانشستر سيتي اللي معذب كبار اوروبا 6-7 سنين 8 مواسم من اقوى فرق في اوروبا، راس براس مع ريال مدريد والبايرن. مانشستر سيتي الموسم ده مفيش فريق في اوروبا اللي معلم عليه. بالبلدي كده مفيش فريق في اوروبا الا لما انتقم منه وعلم عليه. ليفربول من 7 سنين ما كانش بيكسب مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد. النهارده شفنا مكسب ولا اروع. محمد صلاح المباراه ال 12 على التوالي بيسجل ويصنع. محمد صلاح كل مباراه رقم قياسي رقم قياسي. محمد صلاح يعادل مش عارف مين، محمد صلاح يعادل محمد مش عارف مين، محمد صلاح ياخد رجل المباراه كل ماتش. محمد صلاح يعني خلص كل الكلام فيه، خلص كل الكلام في محمد صلاح. يعني الواحد كان نفسه ايام رؤوف خليف دي ترجع كده ويكون موجود، لما شنو هذا يا صلاح عيش هالليله الفرعون المصري. الحاجات دي كانت بتخلي الواحد جسمه يقشعر وبيشوف الفيديوهات دي في بدايه صلاح وصل لمرحله من النضج، مرحلة كبيرة قوي يا جماعة من النضج الذهني والنفسي والعقلاني. محمد صلاح في الاستمرارية بعد كريستيانو وميسي ما شفتش غير صلاح. هجيبها لكم كده على بلاطه بقى تقول لي مبابي هالاند لامين يامال. انا بتكلم على راجل في عز تألق رونالدو وميسي كان بيقاوح معاهم في الارقام والاهداف والاستمرارية. محمد صلاح النهارده شفنا علاقة جميلة بينه وبين مرموش وهما بيتكلموا بعد المباراة، واكيد هو بيدعم مرموش وبيقول له كلام ايجابي وكلنا فرحانين بالقصة دي. نأمل ان المان سيتي ما يخرجش بره التوب فور ويبقى الموسم الجاي في دوري ابطال اوروبا، عشان اكيد هيدعموا النادي وهيصرفوا فلوس مهولة في انتقالات الصيف القادمة. انا واثق من اللي انا بقوله ده. مش جوارديولا والاداره مش هتسيب النادي كده، لعيبه كتير هتمشي ولاعيبه كتير هتيجي. فان شاء الله
نأمل أن مرموش من الموسم القادم تكون بداياته أكيد هيعمل ماتشات حلوة الموسم ده، بس خلاص من الموسم القادم بقى من أول موسم ينافسوا على الدوري وعلى الكاس ودوري أبطال أوروبا ويعمل أرقام حلوة إن شاء الله، وينطلق بمسيرة طليق بيه. مش عايزين نقارنه بصلاح ويقول هيعمل حاجة، هو هيعمل كارير لنفسه أكيد، احنا كلنا فرحانين له. مانشستر سيتي بدأ التشكيل ب4-1 في خط الدفاع، كايه وروبن دياز وريكو لويز وجفارديول ونيكو جونزاليس ديفندر رقم 6، وقدامهم فودن دي بروين بدوكو سافيو البرازيلي، وقدامهم عمر مرموش. الناحية التانية ليفربول 4-2-3-1، وغريب قوي يعني حاجه محيراني كريستيان جونز اللي بيلعب وينج ليفت بقاله ماتشين ده، يعني ولا لويس دياز ولا جاكبو بيلعب ولا جوتا بيلعب ولا داروين، يعني مش كريستيان جونز هو خط نص معرفش، هو اكيد ليه وجهة نظره يعني. فان دايك كوناتي روبرتسون ارنولد، قدامهم جرافنبيخ ماك أليستر وقدامهم سابوزلاي رقم 10، وطبعا صلاح وكريستيان جونز، وفي الهجوم جاكبو. طب يا جماعة في الهجوم لويس دياز. ليفربول لعب بالطريقة اللي هي أرسنال طبعا امبارح جماهير أرسنال انسوا الدوري بخسارة امبارح أمام ويست هام. أرسنال انسوا الدوري يا جماعة عشان نكون صراحة مع بعض. انت ليفربول بمكسب النهاردة فارق 11 نقطة عن أرسنال. هتقول لي ده لاعب ماتش زياده، هقول لك اعتبر اللي انت قده في الماتشات يا عم وكسبت الماتش اللي فاضل لك عشان تعادله في الماتشات، هيبقى فارق 8 نقط. انت بحال ارسنال والاصابات اللي عندك دي ومفيش لعيبه لا يمكن مستحيل تاخد الدوري. فكسب ليفربول الجون الاول من ضربه ركنيه محمد صلاح ولا اروع ولا اجمل، والجون الثاني من اسيست ولا اروع ولا اجمل من صلاح لسابوزلاي. وقفل يا معلم الماتش على كده، وتوته توته خلصت الحدوته، وباي باي بكمبوره يا عم جوارديولا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في حلقه جديده من ادهم في الملاعب.